في عرض فني مسرحي سنة 1974 قالت مارينا ابراموفيتش للجمهور اللي هيتفرج على العرض بتاعها انها مش هتتحرك من مكانها وانتوا اعملوا فيا اللي انتوا عاوزينه، وادت لهم 72 اداة، وقالت للجمهور انكم هتستخدموا ال 72 اداة دول عليا طول فترة العرض. وكانت الادوات دي عبارة عن حاجات ضد بعضها، زي حاجات عادية احمر شفايف وورد ومية واكل، وادوات تعذيب غير عادية زي جنازير وبلطة ومقص وسكاكين وامواس، لحد مسدس متعمر بطلقات حقيقية. وابتدى العرض وكان الجمهور في البداية لطيف جدا، ولكن بعد كده بقى عدواني لأبعد الحدود. وفي خلال 3 ساعات من العرض كانوا قلعوها هدومها بالكامل واتحرشوا بيها، وواحد اخد موس وعورها في رقبتها وشربوا من دمها، وناس صوروها وهي عريانه ولزقوا الصور دي على جسمها، لحد ما جه واحد ومسكها مسدس ووجهه لوشها وحط صابعها على الزناد. في الوقت ده مارينا بكت، وساعتها تدخل الامن ونهى العرض بعد ما كان الجمهور كله انقسم لجزئين، جزء بيدافع عنها وجزء عايز يتحرش بيها بالطريقه الساديه. قول لنا بقى انت في التعليقات، هل اللي عملته مارينا ده كان مجرد عرض مجنون ولا فعلا وصلت بيه رساله للبشريه؟ ولو عايز تعرف تفاصيل القصه كامله هتلاقي اللينك